تخيلي معايا السيناريو ده. الساعة 12 بالليل بعتي مسج من 3 ساعات لشخص، لصاحبتك، لأيا كان، وانت عارفة متأكدة ان الشخص ده موجود في البيت، مروش اي حاجة وما بيعملش اي حاجة، لا وكمان اونلاين، وشايفة كلمة اونلاين دي منورة قدامك. دماغك تسكت؟ لا، دماغك بقى بتقولك انا عارفة انه اونلاين، يبقى اكيد بيكلم حد تاني. فجأة تحسي ان انت مش عارفة تنفسي كويس، صدرك طابق عليكي، بطنك فيها مش باترفلايز، فيها ديناصورات عمالة بتتحرك، بطنك قفلت، عقلك فجأة بيقلب اكبر مخرج فيلم رعب، والسيناريو خلاص بترسميه في دماغك. العلاقة دي انتهت، الشخص ده مش عايزني في حياته anymore، تاني انا بعيش الفيلم ده تاني. الاحساس ده مش مجرد ضيق عابر بنحس بيه ولا افوره منك، على فكرة ده وجع حقيقي، وجع بيشككك في قيمتك انت شخصيا، احساس بيحسسك ان قيمتك، سعادتك، وجودك كله متوقف على رد شخص في تشات. وبنقعد نسأل نفسنا ليه انا، ليه ده دايما بيحصل لي انا، ليه كل الاشخاص اللي بختارهم غلط. اسئله كتير عاده ما بتبقاش لطيفه. وليه كل مره ده بيحصل حتى لو بعد كده الموضوع طلع عادي وما طلعش ان انا اتسبت او كده؟ ليه كل مره بيجيلي الرعب ده لو شخص ما ردش على مسج؟ ايه المشكله يعني اما شخص ما يردش على مسج؟ وانا ضعيفه للدرجه دي؟ اسئله كتير قوي بنفضل نسالها جوانا. احب اطمنك واطبطب على قلبك، انت مش مجنونه ومش نكديه ومش قليله الحيله ومش ضعيفه. المشكله مش ان الطرف التاني ده شخص وحش، المشكله في نمط التعلق بتاعك، ان انت عندك نمط تعلق قلق او الانكشس اتاتشمنت ستايل. والنهارده هنعرف ليه ده دايما مخرب كل علاقاتنا، وليه ده دايما بيدمر حياتنا لانه بيخليناش نقدر نستمتع بحاجه، وازاي ده بيشككنا في قيمتنا بشكل مرعب، وليه ده دايما بيخليني قلقانه في كل علاقاتي. النهارده هنكتشف كل ما هو ليه علاقه بنمط التعلق القلق، وازاي ان احنا فاينلي ما نسيبهوش يسيطر علينا وعلى حياتنا وعلى علاقاتنا. فيلا بينا نلبس بدل الغطس وننزل نعوم الى الاعماق علشان نجيب كل ما هو له علاقة بنمط التعلق القلق ونقتلعه من جذوره ونرميه ونروح للتعلق الآمن. فاعملي مشروب لذيذ كده معايا. انا بشرب النهارده كاكاو. كاكاو يا يمنى، كاكاو يا منى، كاكاو في عز الحر اللي احنا فيه ده. كاكاو كاكاو مش هوت شوكليت. انسي، بما اني تمانينيه من جيل الثمانينات وافتخر، فاحنا كنا بنقول عليه كاكاو. اولا واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. لو شفتوا الفيديو اللي فات فانتوا اكيد عرفتوا دلوقتي ايه انماط التعلق، وهي ايه نظريه اصلا انماط التعلق، وعارفين قد ايه ان طفولتنا هي اللي بتكتب السكريبت بتاعت علاقاتنا واحنا كبار. النهارده كلامنا عن المطاردين، المحققين، اصحاب نمط التعلق القلق. الاشخاص اصحاب نمط التعلق القلق دول عندهم جهاز انذار عاطفي شغال ببطاريه ما بتخلصش، ما بيفصلش، رادارهم دايما شغال على كل حاجه، قرون استشعارهم حاسه بكل اللي حواليهم وكل تصرفاتهم، وبتحلل كل حركه، كل همسه، كل لمسه، كل نظره. خليني اقول لكم نعرف ازاي اذا كنا عندنا نمط تعلق قلق. انا هقول لكم لسته وانتوا تقولوا لي اذا كانت اي حاجه في دول فيكم او لا. اذا كنتي شخص محتاج طول الوقت يسمع كلمه بحبك وتاكيد ان كل حاجه تمام، ده تمام، انا مضايقك في حاجه. رقم 2، الاشخاص دي بتبقى محققين نبره، زي ما قلت ان هم ودنهم دقيقه قوي لاي تغيير في النبره. لو في 1% متغير في نبره صوتك، صباح الخير اللي احنا قلناها، لو سلمتي عليا وانت مدياني كتف سنه بسيطه، زي اللطم يشتغل، انا عملت مصيبه. اكيد الشخص ده متغير 100%. انتوا ازاي مش شايفين ان هو بيعاملني بطريقه مختلفه؟ انتوا ازاي مش شايفين ان هي بتكلمني بطريقه وحشه؟ ورقم 3، ودي الاخطر، لانه بيحصل شلل تام في حياتي لو الاشخاص دي مش تمام، لو الاشخاص دي متضايقه مني في حاجه، ولا بتعرفي تنامي ولا تشتغلي ولا تركزي في حاجه ولا تعملي اي حاجه في حياتك، لو اي حاجه من علاقاتك اللي حواليكي مش كويس، وكأن حياتك كلها بتتمحور حوالين هذه العلاقه. انت مش نكديه ولا انت توكسيك ولا انت زنان، انت مخك بس شغال في نظام حمايه قديم صلاحيته انتهت من وانتي صغيره قد كده. تعالوا نشوف بقى البرنامج ده فين عشان نفك شفرته، عشان نحاول نتخلص منه، لانه فعلا صعب جدا. زي ما قلنا قبل كده ان الموضوع مش ذنبك، دي الخريطه اللي انت استلمتيها وانت صغيره، وانت مش فاهمه اصلا الخريطه دي مودياكي على فين، ولا بتقولك ايه، ولا انت فين، ولا اي حاجه. الخريطه دي انت استلمتيها وانت مش عارفه يعني ايه حب اصلا. اما التعلق ده مش بيجي من الاهمال التام، على عكس ما هو دايما يقال، ده بيجي من حاجه اسمها التذبذب العاطفي. هوبا، اقرب، ابعد، اللي هو ايه التذبذب ده. واحنا اطفال اهلنا كانوا ساعات يبقوا حنينين قوي، عارفين ايه كريمه مختار في ماما نونا، يعني يبقوا حنينين قوي وعاطفيين قوي واتنتف قوي لكل رغباتنا، يحبونا قوي. وفي ساعات تانية اهمال شديد تام، ولا كاني موجوده في الحياه، بيتعاملوا ببرود، قافلين الباب في وشنا عاطفيا كده. الحب كان بيجي ويروح كده زي موج البحر،
فطفلنا الداخلي جاله حاله رعب وذعر من تكرار هذا المشهد المرعب القاسي. اخترع حيله من اذكى ما يكون، وهي ايه؟ ان هلزق للشخص، تديله فرصه ولا يتلفت كده ولا يتلفت كده ولا اي حاجه، احفظهم بكل تفاصيلهم، كل لفته، كل همسه، كل نبره صوت، احلل كل حاجه عشان اتفادى ان الشخص ده يقفل الباب في وشي. انا هخليهم ما يعرفوش يستغنوا عني. طبعا احنا عارفين ده بيؤدي ليه كمان، هو ان دايما الاشخاص دي فجاه بتعمل ايه؟ بتبقى بيبل بليزر، بتبقى مش عايزه الاشخاص اللي حواليهم يبقوا متضايقين، فبيعملوا لهم كل حاجه. والحيله الذكيه دي بتبقى في دماغنا انه انا لو عملت لهم كل حاجه، لو حفظت كل حاجه، ولو تنبأت اصلا بذا كانوا هم هيبداوا يتضايقوا من حاجه فتداركت ده فعملت مش هيسيبوني. خطه ما تخرش الميه. تعدي السنين ويبقى عندنا 20 سنه، 30 سنه، 40 سنه، 50 سنه، ايا كان، ولسه بنستخدم نفس الكتالوج اللي احنا كنا بنستخدمه واحنا اطفال، بنستخدمه بقى في كل علاقاتنا، اصحابنا، ازواجنا، مديريننا، كل الناس. وبهنا تيجي سخريه القدر. اكتر قصه حزينه في الكون ان الشخص اللي هو مستعد يدي عينيه للشخص اللي قدامه عمره ما بينجذب لشخص هادي متزن عنده نمط تعلق امن. فين الاكشن؟ بيشوفوا الاشخاص اللي عندهم نمط تعلق امن دول اشخاص ممله وما عندهمش اي شغف. ازاي يعيش من غير شغف؟ امال بينجذبوا لمين يا يمنى؟ بنموت في دباديب الشخص التجنبي الافويدنت. لاول ما الامور تتطور واول ما تحسي ان انت قربتي من الشخص وهمسه يجري ويسحب نفسه سحبه اقوى من سحبه مايكل، وده بيخلق اشهر سيناريو اكشن في التاريخ. هقول لكم السيناريو السريع ودي السايكل اللي هي العلاقه شكلها عامل ازاي. الشراره الاولانيه، الشخص اللي قدامك بيقول لك ان هو انا محتاج شويه مساحه. ده اسوأ كلمتين ممكن تقولهم لشخص عنده نمط تعلق قلق. المطارده، ابدا لو انا شخص عندي نمط التعلق قلق، عينيا ترعش وابدا احس ان انا مرعوبه ان الشخص ده هيسيبني، فبدل ما اديله المساحه اللي هو طلبها ببدا في المطارده. كميه مكالمات رهيبه، كميه مسجات رهيبه، خناق وعياط وصريخ وماسك في الجلابيه اللي هو ما تسيبنيش. الخنقه، الشخص اللي قدامك اللي هو التجنبي بيحس انه مخنوق ومش عارف يتنفس، هيموت مخنوق، يتجاهلك اكتر، يقفل تليفونه، ما يردش بالساعات، ولما يرد يقول انا عادي ما فيش حاجه، انت ليه اوفر كده. تاني اكتر كلمتين اي شخص عنده نمط تعلق قلق بيكرهه. بعد كام يوم من الزن والملاحقه الشخص ده فجاه بيحس انه خلاص اتس اوكي، انا تمام، احنا ستيل اوكي. لأول مرة من 3 أيام الشخص ده يتنفس الصعداء ويحس إنه عاش من تاني. الدوبامين يضرب في دماغنا، نحس بالسعادة، فوريا مفرطة، أنا انتصرت والعلاقة دي استمرت بفضلي، ما سابونيش. ونقعد مستنيين فيلم الرعب اللي جاي الساعة 8. سايكل لا تنتهي، مؤلم، متعب، بس حله في ايدينا. سريعا كده تعالوا نقول خطة الانقاذ بتاعتنا. لو عايزة تكسري النمط ده لازم نبدأ نطبق ال3 حاجات دي من اول ما الفيديو ده يخلص. اول حاجة وهي ان احنا نستنى 20 دقيقة، تجميد 20 دقيقة. يعني ايه؟ اول ما الشخص اللي قدامك ده يبدأ يتأخر في الرد والقلق يبدأ ياكل فينا بقى ويبدأ يطلع كده نار، ارمي تليفونك في أوضة تانية، اوعي تبعتي رسالة تانية، اوعي تتصلي، اوعي تكلمي حد تسأليهم على الشخص، ولا علامات استفهام، ولا ان انا ابعت له فيديو على ابلكيشن واستنى يشوف لو شافها طب هو اونلاين ولا طرده، ولا اي حاجه من الحاجات دي. ارمي الموبايل في اوضه تانية، سيبي القلق يوصل لاعلى درجاته، عيشي رحله القلق، sit with it زي ما بيقولوا. سيبي القلق يوصل، سيبيه، حسي بيه لحد ما القلق يبدا يهدى لوحده. لا عمره ما هيهدى، لا هيهدى لوحده، بس انا مش عايزاكي تاخدي اي ردود افعال، لان ردود الافعال دي ايه اللي بتعمله؟ انها بعد كده بنرجع نبص للموضوع بنحس انا فعلا زنانه قوي، هو انا ليه ما عنديش كرامه كده، انا ليه بعت كل المسجات دي وهو ما بيردش عليا. الندم بتاع الحاجات دي اقوى بكتير من القلق اللي انت هتحسيه. خلال الفتره بتاعه القلق دي انا عايزاكي تقولي نفس الكلام يطمنك. واحد، انه موست بروبلي ما فيش حاجه، ما عملتش حاجه غلط، احنا الاثنين كبار، لو في حاجه غلط اكيد هو هيجي يتكلم معايا فيها، ايا كانت المشكله اللي هتقابلنا انا قادره ان انا احلها. الاعتراف للنفس، انا عندي نمط تعلق قلق، بالتالي ده طبيعي ان انا احس بكده، ولكن اكيد هيرد عليا، انا بس بتصرف بنمط التعلق بتاعي. محتاجه تطمني نفسك، اشغلي نفسك بحاجه تانية، عيشي القلق شويه وبعد كده ابداي اشغلي نفسك بحاجه، اعملي حاجه، ارسمي، اكتبي، اتفرجي على فيلم، انزلي تمشي، اعملي حاجه صفي ذهنك خالص عن ان انت مش عارفه تبطلي تفكير في الموضوع. رقم 2، اطلبي اللي انت عايزاه من غير لف ودوران. قولا واحدا، الشخص ذات نمط التعلق القلق لما بيحس بخوف بيعمل ايه؟ ما بيحس ببعد بيخاف يطلب الاهتمام، بيقلب الموضوع ده لخناقه عشان نقول فيه اللي احنا عايزين نقوله من غير ما نطلبه صريحه، زي انت زهقت مني خلاص، انت عمرك ما بتهتم بيا. الطرف التاني هنا مش بيفهم هو ايه اللي حصل وانا عملت ايه ده كله، مش بيفهم انك خايفه، بيفهم انك بتتخانقي معاه، بيفهم انك بتهاجميه. فاصل للناحيه التانيه لما
تلاقيكي بتهاجمي بتعمل ايه؟ بتبعد اصلا. اكبر خوف عندك انا حتى مش ههاجمك، انا حتى مش هتخانق معاكي، انا هبعد، ابقى بارد. فده بيقتل عامه يعني. اللي احنا محتاجين نعمله هو ان احنا نطلب الامان بوضوح كده، دب طخ، ستريت فورورد، من غير هجوم، من غير اي حاجه من الحاجات دي. حاجه زي انت ما سالتش عليا النهارده، كنت احب قوي ان انت تسال عليا النهارده، كنت فعلا محتاجاك جنبي. معلش اصل انا كنت مشغول، معلش اصل كذا، معلش. اتس اوكي. هتلاقي الشخص اللي قدامك مش حاسس ان انت بتهاجميه. انا مضغوطه قوي النهارده، محتاجاك جنبي النهارده، محتاجه ان انت تسال عليا بتاع. بروبلي الموضوع يقلب بخناقه لما هو ما يسالش بقى. بس عارفين المبدا ده بالظبط زي الاهتمام ما بيطلبش، لا بيطلب عادي، اللي هو احساسه لذيذ. ما هتتعودي. بس اكيد الاهتمام اللي بيجي من غير ما يطلب بيبقى ألذ. بس في اشخاص غير قادره على ان هي تدي الاهتمام، او ما بيبقوش واخدين بالهم ان انت محتاجه ده دلوقتي. القاعده الثالثه وهي وزعي حصص الامان. يعني ايه؟ لو انا شخص واحد هو اللي بيقول لي ان حياتي ليها قيمه، لو شخص واحد اللي سعادته مهمه، لو شخص واحد اللي لو اتضايق مني حياتي انتهت، انا كده رهينه، رهينه عند الشخص ده، انا رهينه لمزاجه. مجرد ما يحصل اي حاجه انا حياتي كده انتهت. ما ينفعش، دي مش عيشه، دي مش حياه نعيشها. جاي لاصحابك، لهواياتك، لشغلك، لطموحك، اهتمامك بنفسك. الشخص اللي عنده اهتمامات مش هقولك مش هيلاحظ انه حد اتاخر في الرد على رساله او بس هقولك هيبقى مش مهدد قوي ان لو الشخص ده اتاخر في الرد، عادي هتبقي مشغوله فعلا مش تاخدي بالك. انما لو انا قاعده ماسكه التليفون، بعت له المسج من 5 دقائق، بعت له المسج من 6 دقائق، بعت له المسج من 7 دقائق. time goes by so slowly for those who wait. ليتل موتيبا مادونا. الوقت بيمر ببطء قوي للاشخاص المنتظرين. اشغلي نفسك، ابدأي اشغلي نفسك. ما عندكيش اهتمامات، ابدأي دوري على اهتمامات. النهاية عايزه اقول كلمه لكل واحده حاسه ان هي عايشه في دوامه من القلق. احاسيس اللي انت حاساها مش عيب، احساسك مش عيب، مش غلط، خوفك مش غلط. الحقيقه اللي ما يعرفهاش غير اللي جربها ان اصحاب التعلق القلق دول هم اكتر ناس في الدنيا بيعرفوا يحبوا. بوم حنين، بوم كريم جدا. انت لما بتحبي بتشيلي الطرف التاني ده في عينيكي، بتبديه على نفسك، تكوني مستعده تضحي باي حاجه عشان الشخص يبقى سعيد، عشان تحافظي على الامان ما بينكم. طاقه الحب والولاء اللي جواكي دي نادره جدا. التعافي هنا مش معناه ان احنا نبطل نحب الناس دي، ولا معناه ان احنا نخبي مشاعرنا. توجهي الحب ده لنفسك اولا، انك تطمني طفلك الداخلي اللي عاش تجربه قاسيه جدا. تستاهلي الحب، ما تستاهليش ابدا ان اي حد يحسسك بعدم الامان. تقولي لطفلك الداخلي ان انت انا جنبك، مش هسيبك وعمري ما هسيبك ايا كان اللي حصل، ايا كان الظروف اللي احنا فيها، انا عمري ما هسيبك ودايما هفضل جنبك وهطمنك. في كلمه من اجمل ما يكون، وهو ان احنا اشخاص كبار، المفروض ان احنا نبقى الاشخاص الكبار اللي احنا واحنا صغيرين كنا نتطلع اليهم. الجمله دي جميله جدا. انت تستاهلي حب يشبه قلبك، حب حقيقي واضح ثابت، مفيش فيه توسل. حب يخليكي تنامي بالليل وانت مطمنه، ومش لا تسالي نفسك الشخص ده بيحبني ولا لا. حب يطمنك. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حاجه مستكم النهارده من الفيديو ده. اعملوا بقى سبسكرايب واعملوا شير لاصحابكم عشان يستفيدوا هم كمان، وفعلوا الجرس عشان تعرفوا لما انزل فيديوهات جديده. قولوا لي تفتكروا الفيديو الجاي هنتكلم على انهي نمط تعلق. استنى الفيدباك بتاعكم، واشوفكم الاسبوع الجاي.